كشفت تقارير إعلامية أن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ينوي إجراء تغيير مفاجئ قبل المباراة القادمة أمام الطائي. ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته لمواجهة الطائي في إطار منافسات الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي مساء غد الجمعة. وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي علي الحربي، فإن لويس كاسترو وضع سيكو فوفانا في القائمة الأساسية للنصر في تدريبات اليوم بدلاً عن عبد الله الخيبري. وأضاف الحربي عبر حسابه على موقع إكس بأن كاسترو يريد الاعتماد على بروزوفيتش كمحور 6 مع إعطاء الحرية لفوفانا للتقدم وللضغط العالي في ملعب الخصم. ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الطائي المركز الثاني عشر وفي رصيده 7 نقاط بعد مرور 7 جولات.